من طول الغيبه جاب الولايم. ابو حيدر جبت لك هاي الصينيه، ايش راح تعشينا اليوم؟ اسوي لك صينيه بشكل 3 نفرات تشاريب. وبالبدايه ينقع الخبز بسوب اللحم بهذا الشكل، وهسه راح يخلينا تمن بهذا الشكل. النثري خالص. واللي مسوين دايت ويشوفون هذا المقطع اعذرونا على هذا المنظر. وهسه ضاف لكم قطعه لحم عراقي 400 غرام. هسه اخلي لك نص كيلو قليه. تحيه من هذا الفيديو لكل مصلاوي، قبان لقلبك ايش قد احبك. كثر لي عصاعيص. وهذا هو العصعوص او السنسول مال العجل، هذا قبل ما يجي كانوا مدلكي له ظهره. اكحل لك اياها بالحبشكلات، هذا الدهن فوق اللحم يصير بالفلفل والنوم بصره. نختمها بشبس الكراده. والحلو بالموضوع مو بس تشري بعده، حتى باكر موجود وبالنكهه المصلاويه. بالنسبه لي انا من عشاق العصاعيص، وانا من عشاق الممبار. هسه بالبدايه ناخذ شويه لحم وياها شويه خبز وهاي العصاعيص. زم الممبار تخليه وياها على التمن على الخبز، واهم شيء ويانا عندنا عصره الليمونه. والف عافيه. شوفوا لي ما شاء الله تتفسخ بالايد، ونقول بسم الله. واحلى شيء من تمكسون القليه بهذا الشكل وياها النمو بصره، وخلي وياها ليمونه. وسهمكم العافيه. منو يعرف شبس الكراده ومجربه؟ نص حياتك ضايعه اذا ما تجرب هاي الصينيه. ونختمها باللبن المصلاوي. صينيه من خال ابو حيدر سعرها 300,000. لا يا معود قول يا الله، هي النفر ب 18، 3 نفرات ب 4 و5. يا بلاش. العنوان ميتيه، كراده شارع 62 ابو حيدر المصلاوي. باي باي.